تخيل معايا كده فروة راسك فيها ملايين البصيلات، كل واحدة فيها عاملة زي مصنع صغير بيشتغل ورديات. في بصيلة شغالة بتنتج شعر، وفي بصيلة تعبانة واخدة أجازة. مع الوقت سواء بسبب الوراثة أو التوتر أو الهرمونات، بعض البصيلات دي بتكسل، بتضعف الأوعية اللي بتغذيها والمغذيات ما بتوصلش كويس، فالشعر يبدأ يرق وبعدها يقع. وهنا بيدخل الريجين فوم على الساحة، واللي بيحتوي على مادة المينوكسيديل، وبيعمل 5 حركات أساسيين. أول حركة بيعمل إفاقة للبصيلة النايمة. أول ما تفرده على فروة راسك، جزء صغير جدا من المينوكسيديل يتغلغل جوه الجلد ويوصل للبصيلات اللي نايمة. ولكن خد بالك، المينوكسيديل نفسه مش هو اللي بيشتغل، هو عامل زي مفتاح احتياطي لحد ما الجسم يحوله لنسخته الفعالة، المينوكسيديل سلفيت. التحويل ده بيحصل بإنزيم مخصوص جوه البصيلة اسمه سولت 1 A1، وده هو اللي بيشغل المفعول. تاني حركة وهي فتح القنوات. أول ما المينوكسيديل سلفيت يبدأ شغله يروح على قنوات البوتاسيوم في الخلايا البصيلة. القنوات دي زي بوابات كهربية دقيقة بتتحكم في مرور الشحنات جوه الخلية. المينوكسيديل يفتحها، ولما بتتفتح بيحصل حاجة اسمها هايبر بولاريزيشن، يعني الخلية بتهدى شوية، والهدوء ده بيخلي العضلات الصغيرة حوالين الشعيرات الدموية ترتخي. فلما بترتخي الأوعية بتتوسع، الدم بيجري بحرية أكتر، والأكسجين والمغذيات يوصلوا للبصيلة أكتر. تالت حركة وهي الانعاش الغذائي. دلوقتي البصيلة بدأت تفوق، المغذيات والفيتامينات بدأت توصل تاني. الدم بيغذيها بمواد محفزة للنمو زي ال VEGF أو عامل نمو الأوعية، وده بيخلي الأوعية نفسها تتكاثر حوالين البصيلة أكتر، كأنك بتبني شبكة مية جديدة لمصنع كان قافل بقاله سنين. رابع حركة بقى وهي تغيير جدول العمل. الشعر بيكون ليه دورة حياة: أناجين ودي مرحلة النمو، كاتيجين ودي مرحلة انتقالية، والتيلوجين ودي مرحلة الراحة أو السقوط. المينوكسيديل بيدخل البصيلة اللي في مرحلة الراحة ويقول لها يلا قومي اشتغلي، فيرجعها بسرعة لمرحلة النمو أو الأناجين. وكمان بيخلي المرحلة دي أطول، يعني الشعرة تفضل تنمو فترة أطول قبل ما تقع وتبقى أسمك وأطول وأغمق. خامس حركة والأخيرة وهي حماية المصنع. بعض الدراسات بتقول إن المينوكسيديل كمان ممكن يقلل من تأثير ال DHT أو الهرمون اللي بيضرب البصيلات عند الناس اللي عندهم صلع وراثي. بيمنعه 100%، ولكن بيخلي البصيلة تستحمل أكتر وما تستسلمش بسرعة. والخلاصة إن الريجين فوم مش بيزرع شعر جديد، ولكنه بيشتغل كمنبه وراعي رسمي للبصيلات الكسولة. بيفتح القنوات، يزود الدم والمغذيات، يطول عمر الشعرة، ويعيد النشاط للدورة الحيوية. وعشان كده استخدامه لازم يكون منتظم ومطول، لأن أول ما توقفه الفريق بيرجع ينام تاني. ومن هنا خليني أكلمك عن دواعي استعمال الريجين فوم، أو الحالات اللي الدكتور يقولك فيها استخدم الريجين. أول حاجة الصلع الوراثي، الأندروجينيك ألوبيشيا، وده أكتر وأشهر سبب بيخلي الناس تشتري ريجين. بيحصل لما الهرمونات الذكورية خصوصا ال DHT تأثر على بصيلات الشعر، فالشعر يبدأ يخف من قدام أو في النص. المينوكسيديل بقى هنا مش بيعالج السبب الهرموني نفسه، ولكنه بيحافظ على البصيلات اللي لسه عايشة ويخليها تفضل تشتغل أطول وقت ممكن. يعني كأنه بيحاول يمد في عمر الشعرة اللي لسه موجودة. وده ينفع للرجالة والستات، بس التركيز بيختلف: 5% للرجالة و2% إلى 5% للستات. تاني حاجة علاج تساقط الشعر عند الستات. في البنات والسيدات بيحصل خفة تدريجية في الشعر، خصوصا في نص فروة الراس. مش لازم يحصل صلع واضح، بس الشعر بيبقى فاقد الكثافة. هنا المينوكسيديل بيساعد تحفيز البصيلة اللي نايمة، وبيفتح الدورة الدموية حواليها، وبنشوف نتيجة بعد 3 إلى 6 شهور من الاستخدام المنتظم. كمان بيعالج تساقط الشعر بعد التوتر أو الأمراض، أو ما يسمى بالتيلوجين إفلوفيوم. يعني بعد فترة توتر جامدة أو مرض أو ولادة أو بعد عملية جراحية، الشعر بيدخل فجأة مرحلة الراحة ويبدأ يقع بكميات كبيرة. الريجين هنا ممكن يساعد في تسريع رجوع البصيلات لمرحلة النمو أو الأناجين، بس لازم السبب الأساسي يتعالج كمان. كمان بيعالج الفراغات أو ضعف الشعر الموضعي. لو عندك مناطق معينة الشعر فيها خف أو واقف عن النمو زي الجوانب أو منتصف الراس، فالمينوكسيديل ممكن يساعد البصيلات لو لسه عايشة، ولكن مش بيطلع شعر في مكان فاضي تماما مفيهوش بصيلات. يعني لو المكان أصلع تماما ومبقاش فيه بصيلات يعتبر ملوش فايدة. كمان بنوصفه للدقن والحواجب استعمال تجميلي وبيكون اوف ليبل. ناس كتيرة بتستخدم الريجين أو المينوكسيديل عشان يزود كثافة الدقن أو يملى فراغات الحواجب، وده فعلا بيدي نتيجة عند بعض الناس، بس لازم بحذر وما يلمسش مناطق حساسة زي تحت العين أو الفم، ويتغسل كويس بعد 2 إلى 3 ساعات، والأفضل يكون تحت إشراف دكتور جلدية. آخر حاجة بنوصفه بقى بعد زراعة الشعر. في دكاترة بيكتبوه بعد عمليات زراعة الشعر عشان يساعد الشعر المزروع والقديم يثبت وينمو أسرع، بس مش كل الحالات، وبيبدأ استخدامه بعد ما الجرح يلتئم تماما. في بقى ملحوظات مهمة عن الريجين فوم: إنه مش بيتاخد لوحده لعلاج الصلع الكامل، لازم فيه متابعة من دكتور.
النتيجة محتاجة وقت. أول شهرين إلى 3 ممكن الشعر يقع أكتر شوية، وده طبيعي جدا لأن البصيلات بتبدل دوراتها. لو وقفت استخدامه فجأة الشعر اللي اتنشط ممكن يقع تاني بعد فترة. ودلوقتي خلينا نحكي بطريقة بسيطة عن الآثار الجانبية بتاعة الريجين فوم. مش هنخوفك، بس لازم تبقى فاهم إيه اللي ممكن يحصل. أول حاجة، في أول شهرين من الاستخدام في شوية حاجات طبيعية جدا بتحصل عند أغلب الناس، زي تساقط شعر أكتر في البداية. ناس كتير بتخاف لما تلاقي الشعر بيقع أكتر بعد ما بتبدأ الرجيم، بس ده مش تساقط وحش، دي علامة إن البصيلات القديمة بتقع عشان تفسح مكان لبصيلات جديدة أقوى. يعني تساقط مؤقت قبل ما الشعر الجديد يبدأ يطلع، وبيستمر تقريبا من أسبوعين لشهر ونص وبعدين يبدأ يقل. كمان جفاف أو هرش خفيف في فروة الراس، لأن المينوكسيديل أو الفوم فيه كحول، وده عشان يساعد في الامتصاص، فممكن يعمل جفاف أو تقشير بسيط. والحل البسيط إنك تستخدم شامبو خفيف ومرطب لفروة الراس أو سيرم لطيف خالي من الكحول. كمان ممكن يسبب احمرار أو التهاب بسيط في الجلد، وده ممكن يحصل عند ناس جلدها حساس. لو الاحمرار بسيط وبيعدي في يوم أو اتنين مفيش مشكلة، ولكن لو زاد أو بقى فيه حرقان أو قشور كتيرة وقف الدواء وارجع لدكتور الجلدية. كمان زيادة شعر في أماكن تانية، ساعات بيحصل تسرب بسيط للميوكسيل من الجلد للدم، فتلاحظ شعر خفيف بيظهر في وشك أو رقبتك أو دراعك. وده بيحصل أكتر لما بتحط كمية كبيرة أو بينزل على الوش. والحل نستخدم كمية صغيرة وما نسيبوش يسيل على وشنا. كمان ممكن يسبب صداع خفيف أو دوخة، لأن المينوكسيديل في الأصل موسع الأوعية. ممكن مع ناس حساسة يقلل الضغط شوية، بتحس كأنك خفيت أو عندك دوخة خفيفة خصوصا أول أسبوع. ولو حصل ده كتير قلل الكمية أو استخدمه بالليل. ولو استمر الموضوع لفترة طويلة كلم دكتورك تاني. في بقى أعراض نادرة بس محتاجة إنك توقف الدواء فورا، زي ألم في الصدر أو خفقان القلب، وده نادر جدا. بس لو حسيت إن قلبك بيدق بسرعة أو صدرك وفيه وجع وقف الدواء فورا وارجع للدكتور، وده معناه إن المينوكسيديل امتص في الدم بنسبة عالية. أو ممكن يحصل تورم في الإيدين أو الرجلين، لأن المينوكسيديل بيوسع الأوعية الدموية وممكن يخلي الجسم يحتفظ بشوية سوائل. فلو لاحظت ورم أو انتفاخ مش طبيعي فأنت محتاج تراجع الدكتور تاني. طيب إيه هي بقى موانع استعمال الرجيم فوم، أو مين الناس اللي ما ينفعش يستخدموه أصلا؟ أول حاجة، في حالة وجود أمراض في القلب أو ضعف عضلة القلب، لأن المينوكسيديل بيوسع الأوعية الدموية فممكن يأثر على الدورة الدموية أو يسبب خفقان. فلو عندك أي مشكلة في القلب راجع الدكتور تاني. كمان ضغط الدم الواطي، المينوكسيديل ممكن يقلل الضغط أكتر وده بيسبب دوخة أو تعب. فلو ضغطك قليل بطبيعتك ما ينفعش تبدأ من غير استشارة الطبيب. كمان لو في جروح أو التهابات في فروة الراس، لو فروة راسك فيها جرح أو خدش أو التهاب، الدواء ممكن يتسرب بسرعة للدم ويعمل حرقان جامد أو دوخة. فلازم الجلد يكون سليم تماما قبل الاستعمال. كمان حساسية من المينوكسيديل أو من مكونات الفوم زي الكحول أو البروبيلين جلايكول. فلو حصل معاك احمرار جامد، هرش شديد أو تورم، وقف الدواء واستشير الدكتور. كمان الحمل مفيش تأكيد إنه آمن وممكن يوصل بنسبة بسيطة للجنين، فممنوع استخدامه أثناء الحمل. وبرضه الرضاعة ممكن يظهر بنسبة بسيطة في لبن الأم، فالأفضل تتجنبيه أو تستخدميه بعد استشارة طبيب جلدية. كمان ممنوع نستخدمه في حالة وجود تساقط شعر غير معروف السبب. لو السبب مش وراثي أو واضح ما ينفعش تبدأ مينوكسيديل لوحدك، ممكن يكون عندك ثعلبة أو مرض مناعي مش ينفع معاه الروجين، فلازم الدكتور يحدد النوع الأول. كمان الأفضل ما تستخدموش مع أدوية بتوسع الأوعية أو بتقلل الضغط زي النيتروجليسرين أو الدوكسازوسين، لأنها ممكن تزود تأثير المينوكسيديل على الضغط وتعمل دوخة أو تعب. ومن هنا بقى خليني أعرفك الجرعة وطريقة استخدام الريجين فوم. أول حاجة بالنسبة للجرعة، فالرجالة بتاخد تركيز 5%، والجرعة بتكون نص غطا يعني حوالي 1 جرام من الفوم، ويتكرر مرتين في اليوم كل 12 ساعة تقريبا. أما الستات فبياخدوا من 2% إلى 5% حسب توصية الدكتور، والجرعة برضه بتكون نص غطا أو أقل شوية، والتكرار بيكون مرة أو مرتين في اليوم على حسب الحالة. والمهم خليك ثابت على المواعيد، والتأخير أو النسيان بيضعف النتيجة جدا، واستخدامه دايما على فروة ناشفة أو نظيفة. تاني حاجة خليني أعرفك بقى طريقة الاستخدام خطوة بخطوة. أول حاجة بتنضف فروة راسك كويس، اغسلها بشامبو خفيف وخليها تنشف تماما، ما ينفعش تحطه على شعر مبلول. لو فيها دهون أو وسخ المينوكسيديل مش هيمتص صح. رج العبوة كويس قبل الاستخدام لأن الفوم محتاج يتوزع بالتساوي. اعصر كمية صغيرة على صباعك أو على غطا العبوة، تقريبا نص غطا. بلاش تحطه مباشرة من العبوة على راسك عشان ما ينزلش كتير بزيادة. وزعه بأطراف صوابعك على المنطقة اللي فيها تساقط وافرده بلطف. سيبه ينشف طبيعي، يعني بياخد حوالي من 20 ل 30 دقيقة. ما تغسلش شعرك ولا تحط كريمات أو زيوت بعدها على طول. اغسل إيدك كويس جدا بعد الاستخدام لأن بيكون فيه بقايا من كتير على صوابعك ممكن تسبب نمو شعر في أماكن تانية. ما تستخدمش مجفف شعر اللي هو الاستشوار بعده، بتبوظ تركيب الدواء وتقلل امتصاصه. آخر حاجة بقى، في ملاحظات مهمة لازم أعرفك بيها.
النتايج بتبدأ تظهر بعد 3 إلى 6 شهور من الاستخدام المنتظم زي ما قلنا. في أول شهر ممكن الشعر يقع شوية وده طبيعي، ودي علامة إن الوصلات بدأت تشتغل. لو نسيت جرعة ما تعوضهاش بزيادة، خليك على الجرعة اللي بعدها عادي. ولو وقفته فجأة الشعر الجديد ممكن يقع بعد فترة بسيطة، فاستشير الدكتور قبل ما توقفه. والمينوكسيديل استخدامه بيكون طويل الأمد، يعني طالما عايز تحافظ على نتيجة لازم تستمر عليه. طيب يا دكتور، لو الرجين مش متوفر هل ليه بدايل بنفس المواد الفعالة؟ أكيد طبعا. أول حاجة منتجات الفوم زي الرجين، عندك الهير بلس باك فوم والمينوكسيديل ام يو بي. تاني حاجة منتجات اللوشن أو المحلول، عندك البرفكتوديل، البرفورما، الهير بلس باك، البولد ستوب، والاي اي جي مينوكسيديل. أما بقى بالنسبة لمنتجات السبراي فعندك المينوكسيلوك والميلانوكسيديل. آخر حاجة منتجات الجل، وعندك المينوكسيديل فورت جل. طيب سريعا كده أنا بختار بناء على إيه؟ بالنسبة للفوم فلو عايز حاجة أسرع في الامتصاص وأقل في التهيج وبيكون خفيف على فروة الراس. أما اللوشن أو المحلول فمتوفر وسعره أقل بس ممكن يعمل شوية جفاف بسيط. والسبراي عملي وسريع في الاستخدام وبيتوزع بسرعة على فروة الراس. أما الجل فهو مناسب لفروة الراس الدهنية أو اللي ما بيحبوش الإحساس الزيتي للمحلول. وبكده نكون خلصنا حلقتنا عن الريجين فوم أو المينوكسيديل. افتكر دايما إن أي علاج للشعر محتاج صبر، انتظام ومتابعة، مش معجزة بتحصل في أسبوع. أهم حاجة بقى لو استفدت من الحلقة متنساش تعمل لايك، تشترك في القناة وشارك الحلقة مع حبايبك عشان يوصلك كل جديد. في النهاية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.